جديد. نبدأ نشرتنا بأخبار المنتخب الوطني الجزائري، حيث بعد انتخاب رئيس جديد على رأس الفاف بدأ الحديث عن هوية الناخب الوطني الجديد. فبعد الإشاعات التي تداولت عن اتصال زتشي بمدرب نادي فيا ريال الإسباني فرانك إسكريبا، أطلت مجلة فرانس فوتبول الجمعة بتقرير رشحت فيه 5 مدربين لتدريب الخضر، وعلى رأسهم جمال بلماضي، كلاوديو رانييري، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بالإضافة إلى روني جيرار المتواجد دون منصب منذ مغادرته نونت الفرنسية، وخوان دي راموس المقال من تدريب نادي مالاغا مؤخرا، علما أن كل شيء سيتحدد خلال أول اجتماع للمكتب الفيدرالي المقرر يوم 28 من الشهر الجاري. صحيفة سبورت الإسبانية كشفت الخميس أن إدارة برشلونة أعادت فتح ملف نجم المنتخب الوطني رياض محرز من أجل استخدامه إلى الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، مثل رغبة إدارة البلوغرانا في تدعيم الصفوف بخدمات عناصر مميزة في القاطرة الأمامية. لكن الصحيفة اعترفت أن النادي الكتالوني سيواجه منافسة شرسة من أندية أخرى، خصوصا يوفنتوس وليفربول الراغبين في ضم محرز، مع توقعات تبلغ قيمة الصفقة 35 أو 40 مليون أورو الصيف القادم. إصرار كبير يبديه مسؤولي نادي انتر ميلان لحسم صفقة الظهير الأيسر نادي نابولي فوزي غلام، وهذا بعد الاقتراح الجديد الذي تقدمت به إدارة نادي الأفاعي نظيرتها من نابولي لضمان خدمات مدافع الخضر، وذلك باقتراح خدمات المهاجم كابراري بالإضافة إلى قيمة مالية مقابل التعاقد مع غلام، وهو الاقتراح الذي تعمل إدارة نابولي على دراسته، ولو أن المعطيات قد تتغير في ظل رغبة كبار أوروبا في التعاقد مع مدافع الخضر، خاصة باريس سان جيرمان وتشيلسي. يبدو أن الجزائري آدم الناس لا يزال ضمن حسابات نادي نابولي، ويفسر تداول اسمه في المواقع المقربة من النادي كواحد من ضمن الخيارات المرتقبة لتعويض الرحيل المحتمل للبلجيكي دريس مارتينز. وخص أوناس قناة لي جيروندان بتصريحات أكد فيها أنه أصبح أكثر نضجا واحترافية مقارنة بالموسم الماضي، معربا عن أمله الكبير في الظفر بثقة مدربه في الجولات الثمانية الأخيرة من الدوري الفرنسي لنهاء الموسم بأرقام جيدة. حتى يكون في أفضل أحواله قبل مواجهة الحسم أمام بنفيكا، قرر مدرب نادي بورتو إعفاء نجم دراغا ياسين إبراهيمي من تدريبات الفريق اليوم الخميس، إذ اكتفى صانع ألعاب الخضر بحصة تدريبية خفيفة في قاعة تقوية العضلات هو وزميله سواريز، ما يؤكد أن نونو اسبيريتو سانتو يعلق أمانا كبيرة على إبراهيمي للإطاحة بنسور بنفيكا في قمة مباريات الجولة 27 من الدوري البرتغالي.